لكن لما تجد والله يعني واحد يقول: وأوصي الدعاة الذين يذهبون إلى كوريا ألا يفتوا بتحريم لحوم الكلاب مراعاة لمشاعر الكوريين. ما شاء الله، يعني ما يعني قضية أنه لا، وحتى ما تتكلم في حكم لحم الكلب مراعاة لمشاعر. طيب، وأيضا قل: وإذا ذهبوا إلى أوروبا لا يتكلموا في تحريم لحم الخنزير ولا في تحريم الخمر مراعاة لشعور القوم. وبعد ذلك يقول واحد: ولا نتكلم في تعدد الزوجات حتى ما يأخذ فكرة عنا أننا شهوانيين. وإذا قالوا لك أن محمد صلى الله عليه وسلم عنده أكثر من زوجة، انفي ويقول ما في إلا واحدة. وبعضهم المشكلة يكذب، يعني يكذب كله إرضاء لشعور القوم حتى ما يتكلموا علينا. أنت ممكن تسكت عن بعض الأشياء ما تقولها لأجل مصلحة شرعية، أيوة، لكن ليس أن تقول الباطل وأن توافق على الباطل إرضاء للقوم. يا أخي، يعني كان بعض الناس يريدون تمسك الإسلام من غير إيذاء. طب ما يمكن، هو لابد يحصل لك أذى إذا كان أكثر الناس الذين أمامك. بعض الناس ينفي الحدود الشرعية، بل بعضهم يجاهر يقول: لا، والمرأة المسلمة تتزوج غير مسلم ما في مشكلة، والمساواة في الجميع. ليش؟ لماذا يعني القضية إلى هذه الدرجة التمييع يعني؟ وطبعا إذا قضية الفنون وما الفنون وما فيها من المنكرات، الإفتاءات الآن الكثيرة جدا التي فيها يعني مراعاة الهوى أو قضية الأخذ بتربيت على القوم. طيب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فنحن نحتاج حقيقة إلى اعتزاز بالأحكام، ونربيهم على الاعتزاز بالتاريخ الإسلامي. الآن من الشركات والناس اللي في العالم الإسلامي عندهم تقويم هجري؟ القمري، النظام الحسابي، المحاسبة لا يسمح بالهجري بل بالميلادي. طيب ليش؟ لأنه يعني عجزت يعني الحسابات، ما يمكن برمجتها إلا بهذه الطريقة. لكن نحن نقول لك مواكبة للنظام العالمي. طبعا على الأقل يكون عندك أنت هذا معمم في الشركة في المدارس أن نستعمله، لا على الأقل. طيب، بجانب التاريخ الآخر، طيب قضية اللغة أيضا العربية. يعني نختم باللغة يا شيخ في نصف دقيقة. كيف يعني يمكن أن نحيي معالم العزة في اللغة العربية؟ اللغة طبعا يعني عندما تكون العناوين والشعارات وأسماء المحلات والشركات، بل أسماء الأشخاص، إذا كانت أجنبية في أجنبية، فهذه عناوين، هذه لها تدل على يعني لها مضمون، تدل على شيء في الداخل. كما يقول الميل في الظاهر يدل على الميل في الباطن. فلذلك ينبغي فعلا أن يعني كما قضية لو طلبوا مني تغيير اسمي الذي شاهدناه في الحوار يعني. نعم. فبعض يعني المنهزمين ممكن يقول: أغير، ليش لا؟ بحط اسم غربي. أنا أعرف واحد كان اسمه محمد كذا، فكان يرفض أن ينادى بهذا الاسم إلا أن ينادى ديفيد، ولا ما يرد عليه يناديه محمد أصلا يعني فإذا صارت المسألة الهزيمة إلى هذا الحد، واستخدام مصطلحات دائما، لغات عجمية دائما. الفرنسي لا يقبل غير اللغتين. بوش وشيراك كل واحد كان معه مترجم، يعني مع أن شيراك يعرف الإنجليزية صحيح، لكن يتكلم مع بوش باللغة الفرنسية. لماذا؟ اعتزاز. طيب، ونحن ليش يعني نحن أقل منه؟ يعني هل دينه أفضل من ديننا؟ فلماذا لا يكون عندنا يعني هذه العزة؟